واش عمرك فكرتي باللي هاد التطبيق اللي كدوز فيه سوايع من يومك يقدر يكون تجسس حقيقي في جيبك؟ تيك توك ماشي غير فيديوهات ديال الضحك والشطيح، هو قضية هزات أكبر المحاكم في العالم وخوفات رؤساء دول. اليوم في السر المظلم غنكشف ليك علاش ميريكان بغات تحضر تيك توك نهائيا، وشنو هو السر اللي مخبع وسط الكود ديالو وكيهدد الخصوصية ديالنا كاملين. خليك معايا حيت هادشي اللي غتسمع اليوم غيخليك تفكر 1000 مرة قبل ما تحل التطبيق المرة الجاية. تيك توك كتمتلكو شركة صينية سميتها بايت دانس، وهنا كاين المشكل. في الصين كاين واحد القانون تصدر في 2017 كيفرض على أي شركة صينية التعاون مع الاستخبارات الوطنية إلا طلبوا منها. يعني ببساطة الحكومة الصينية تقدر تدق على بايت دانس وتقول لهم عطونا كاع المعلومات اللي عندكم على المستخدمين، والشركة ما عندهاش الحق ترفض. واخا تيك توك كتقول باللي عمرها شاركت البيانات، غير هاد الاحتمال بوحده كافي باش يخلي ميريكان ترعب، حيث عندها أكثر من 170 مليون مواطن كيستعملوا التطبيق. هاد العلاقة بين التكنولوجيا والسياسة هي اللي خلت تيك توك يكون في عين العاصفة. دابا نجيو للحاجة اللي غتخلي لحمك يشوك. مدير الاف بي اي كريستوفر راي صرح قدام الكونغرس باللي تيك توك كيجمع كاع اللي كتحلم به، موقعك الجغرافي، كل كلمة كتكتبها في الكلافي، وحتى بصمة وجهك وصوتك. وحسب سياسة الخصوصية ديالهم هما كياخدوا إذن باش يجمعوا هاد البيانات البيومترية. تقارير الكونغرس لقات باللي جمع البيانات عند تيك توك فايت بزاف التطبيقات الأخرى، والفرق الكبير هو فين كتمشي هاد الداتا. تخيل باللي كاع تحركاتك، هضرتك، وحتى الطريقة باش كتكتب مخزنة في سيرفرات كتقدر الحكومة الصينية توصل لها في أي وقت. هادشي ماشي غير تداول بيانات، هادي مراقبة شاملة. في 19 يناير 2025 وقعت الكارثة. تيك توك تحضر رسميا في ميريكان. الناس حلوا التطبيق ولقاو ميساج كلاقول باللي الخدمة ما بقاتش خدامة. ولكن السياسة ديما فيها المفاجآت. ترامب اللي كان باغي يحضره في الأول رجع دافع عليه في حملته الانتخابية وفتح حساب فيه، جمع ملايين متابعين في أيام قليلة. هذا التناقض كيبين باللي تيك توك ولا ورقة سياسية كيتلعب بها في الانتخابات. ترامب وقف الحظر بمرور 75 يوم باش يلقاو حل، حيت فهم باللي التطبيق ولا قوة تواصلية ما يمكنش يتجاهلها. هذا الصراع بين الحظر والمصالح السياسية كيورينا باللي تيك توك كبر من مجرد تطبيق. واش الخوارزمية ديال تيك توك محايدة؟ دراسة من معهد روتجرز لقات أدلة باللي التطبيق كيتحكم في المحتوى باش يخدم مصالح الصين. لقاو باللي الفيديوهات اللي كتنتقد الصين كيتم كبتها وما كتطلعش للناس، بينما المحتوى اللي كيخدم أجنداتها كيدفعوا به للقدام. السؤال هو واش نفس الخوارزمية اللي كاينة في دويين النسخة الصينية هي اللي عندنا؟ الفرق كبير، حيث في الصين التطبيق كيوجه الشباب المحتوى تعليمي ومفيد، بينما في العالم كيدفع بمحتوى اللي يقدر يلهي الناس. هذا التلاعب الخفي بالوعي هو اللي كيخلي تيك توك يكون تطبيق كيوجه طريقة تفكيرك بلا ما تحس. باش يخرجوا من هذا المأزق تيك توك لقات حل في دجنبر 2025 تبيع العمليات ديالها لمجموعة مستثمرين أمريكانيين بقيادة شركة أوراكل. الصفقة تسدات في 22 يناير 2026 وتأسست شركة جديدة سميتها تيك توك يو اس دي اس. الهدف هو أن البيانات ديال الأمريكانيين تبقى مخزنة عند أوراكل وتكون تحت مراقبة الأمن القومي. ولكن واش هاد الشي حل المشكل؟ النقاش باقي مستمر، حيث بايت دانس باقية كتملك الخوارزمية، يعني العقل ديال التطبيق باقي صيني وخا الجسم ولا أمريكاني. هاد الوضع كيخلينا نتساءلوا واش كاين فعلا أمان ملي كنهضروا على تكنولوجيا عابرة للقارات؟ وصلنا للسر اللي وعدتك به. تسريبات من داخل بايت دانس كشفات باللي كاين باب خلفي في السيستم كيسمح للموظفين في الصين يوصلوا البيانات المستخدمين في ميريكان بكل سهولة. تقارير مسربة من أكثر من 80 اجتماع داخلي أكدت باللي موظفين في الصين وصلوا البيانات خاصة بمستخدمين أمريكانيين أكثر من مرة. الشركة اعترفت بهذه التجاوزات وقالت باللي طردات الموظفين اللي داروا هذا الشيء. ولكن السؤال اللي كيبقى مطروح هو
شحال من مرة وقع هاد الشي بلا ما يعيق بيه حد. دابا من بعد ما عرفتي هاد الحقائق واش غتبقى تشوف في تيك توك بنفس العين؟ جاوبني في كومنتير. تيك توك قصة ديال نجاح كبير، ولكن وراها أسرار مظلمة كتمس خصوصيتنا كاملين. واش كتظن باللي الحظر هو الحل، ولا صافي فات الفوت والبيانات ديالنا ولات عند الصين؟ بارطاجي هاد الفيديو مع صحابك اللي مدمنين على تيك توك باش يعرفوا شنو واقع ورا الشاشة، وما تنساش تشترك في السر المظلم باش يوصلك كل جديد. نشوفكم في الفيديو الجاي.